السلام عليكم، كي راكم؟ مرحبا بكم معايا اليوم في مطبخ سارة منظر. كاع الناس راهم يهضروا على اللحم المستورد، كاين اللي يقول لك مليح وكاين اللي خايف منه يقول لك ماشي مليح. رحت انا اليوم شريت الهبره وشريت لا فيونداشي وغادي نطيب معاكم المتوم، ولا كاين اللي يقولوا له الكباب. اقعدوا معايا ما تروحوش، غادي نجربوا اليوم اللحم المستورد في الوصفه تاعنا باش نوروا للناس اللي ما شراتهش الى مليح ولا لا. في الكوكوطه درت 2 مغارف كبار نتاع مارغرين، وغادي نزيد عليهم طرف كبير نتاع اللحم المستورد، زدت عليهم 3 فصوص كبار تاع توم مرابي. نخلي داك اللحم تاعي يتقلى مليح في داك الدهان، نزيد عليه مغرفه صغيره مقبنه تاع سكنجبير. كي يكون اللحم ولا الدجاج لازم نكثروا السكنجبير. زدت عليها نص مغرفه صغيره نتاع الحرور، زدت عليها نص مغرفه نتاع الملح، ونزيد عليهم عود قرفه. نمرق بالماء وغادي نكتر شويه ماء على خاطر هذه الصوص تاع المارغرين اللي طيب فيها اللحم غادي نسحقها باش نطيب فيها الكفته. غادي نبلع الكوكوطه ونخلي اللحم تاعي يطيب. في الوقت اللي راه يطيب فيه اللحم انا غادي نوجد الكفته. حتى الكفته شريتها مستورده مع اللحم. شوفوا واش درت فيها. درت فيها مغرفه صغيره مقبنه نتاع السكنجبير، الكمون، الملح، الحرور، الثوم مسكرفج، القزبر مقطع رقيق، ومغرفه صغيره معمره مقبنه نتاع مارغرين طريه. غادي شوفوا نخلط مليح هاد المقادير كاع مع بعض، نعجن مليح هذاك اللحم، نخلطه غايه، ودروك نكوره نديره كويرات على هذا الحجم، ولا تبغوا تصغروا ولا زيدوا كبروا كما تحبوا نتوما. غادي نكور كاع اللحم تاعي على شكل كويرات متساويه. من بعدها نروح نشوف اللحم تاعي غادي نلقاه طاب. راني بدلت له الكوكوطه درتها في الطاجين كما راكم تشوفوا. اللحم تاعي راه طاب كي الدهان. غادي نزيد عليه هذوك الكويرات تاع اللحم. الفيونداشي هذا بالخف يطيب، ما غاديش يدي وقت كبير، على هذيك ما غاديش نخليه في الكوكوطه. غادي نحطها فيه هذيك الصوص تاع المارغرين، ونزيد عليهم كميه تاع حمص. الحمص كنت نفخته من قبل وطيبته شويه. نعاود نرجع الطاجين تاعي على النار ونخلي الكفته والحمص يطيبوا. هاي الوصفه تاعي راهي وجدت، واللحم تاعي راه طاب، المتوم تاعي راه وجد كما راكم تشوفوا. اللحم المستورد ما بقاش مستورد، جا بنين بالبزاف، جا روعه، غير ما تخافوش منه. انا تاني كنت خايفه نهار الاول، بصح كي جربته حاجه عاديه. شوفوا كي طاب روعه، والوصفه جات هايله بالبزاف، وجا طري، والبنه تاعه ما تختلفش على اللحم اللي كنا نشروه تاعنا هنا تاع البلاد، يعني حاجه عاديه. المهم نقول لكم بلي الوصفه جات بنينه بالبزاف. وفي الاخير نقول لكم ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعي نتاع اليوم ويعجبكم الفيديو. ماذا بكم ما تنساونيش ديروا ابوني وديروا جيم، كملوا معايا الفيديو حتى الاخير وخلوا لي كومونتير. ومع السلامه الى وصفه اخرى ان شاء الله.